بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلامنا النهاردة عن نص جنيه 2005 وسعره الحقيقي. هل هو غالي؟ هل الكلام اللي بيتقال عليه ده صح ولا غلط؟ هنتعرف مع بعض دلوقتي على النص جنيه 2005. ده نص جنيه 2005 اهو. اهو مكتوب هنا اهو السنة اهي 2005 اهي 2005. ده نص جنيه 2005 وده النص جنيه العادي ما بعد 2005. نص جنيه ما بعد 2005. لو جبنا مغناطيس اهو، ده المغناطيس اهو مثلا اهو نص جنيه 2005 اهو، ما بيلقطش في المغناطيس اهو، ما بينجذبش للمغناطيس. النص جنيه العادي اللي هو ما بعد 2005 اي نص جنيه بيلقط في المغناطيس اهو. اما نص جنيه 2005 اهو ما بينجذبش للمغناطيس. طب ده سعره كام؟ سعره نص جنيه 2005 اللي هو في ايديا ده سعره نص جنيه. النص جنيه بيساوي نص جنيه، لا ازيد من كده ولا اقل من كده. ما تسمحش الكلام بقى للناس اللي هي بتقول لك ده سعره عالي والكلام ده كله. لا يا باشا، النص جنيه 2005 ده اللي هو ما بيلقطش في المغناطيس سعره نص جنيه. سعره نص جنيه. في بقى نسخة منه دي اللي ايه سعرها من 200 جنيه ل 250 جنيه. ايه هي بقى النص جنيه اللي هو 2005 اللي سعره 250 جنيه؟ اللي هو لو جينا هنحطه على المغناطيس كده يلقط في المغناطيس. يلقط في المغناطيس. يعني ده نص جنيه 2005 ما بيلقطش في المغناطيس، سعره نص جنيه. في النسخة منه اللي هي بتلقط زي ده كده 2005 ويلقط في المغناطيس كده، ده سعره 250 جنيه. نص جنيه 2005 بيلقط في المغناطيس ده سعره 250 جنيه. ليه؟ ليه سعره 250؟ لأن اللي اتسك منه عدد قليل أوي. فعشان كده الجماعة بتوع هواة الجمع العملات بيشتروه ب 250 جنيه عشان الموجود منه قليل، اللي هو بيلقط في المغناطيس كده. يعني انت لو معاك نص جنيه 2005 ولاقط في المغناطيس كده ده سعره 250 جنيه. 250 جنيه. ما بيلقطش زي ده سعره نص جنيه. سعره نص جنيه. طب انا لو معايا نص جنيه 2005 وبيلقط كده في المغناطيس ابيعه فين؟ في يا باشا عندك جروبات الفيسبوك ماليه الدنيا. تقدر تبيعه على الجروبات بتاع الفيسبوك او على موقع ايباي او على موقع اوليكس. كل المواقع دي تقدر تعرض عليها عمولتك وتبيع وتشتري عليها على موقع اوليكس. او الاسهل جروبات الفيسبوك هي اللي بتشتري الحاجات دي، تعرض عليها العملة وتبيع وتشتري على جروبات الفيسبوك. يبقى لازم يكون النص جنيه 2005 بيلقط في المغناطيس، هتبيعه ب 250 جنيه. اما اللي ما بيلقطش زي اللي في ايديا ده سعره نص جنيه، ماليش لازمة. اعمل لايك للفيديو واعمل متابعة اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة، واستنونا في فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.